أصدقائنا أصدقاء محامي الشارع، يا رب تكونوا بخير دايما. هتكلم النهاردة عن مهنة المحاماة. مهنة المحاماة هي كانت مهنة العظماء، بس الكلام ده كان زمان. دلوقتي المهنة دي كفيلة اللي هي تنقلك في حتة تانية، خليك تاخد أحلى براءة في حياتك وتاخد أكتر حكم إدانة في حياتك. ليه المحامي هو دايما مرهق وتعبان؟ جرب تاخد شهادة من واقع الجدول وتستنى الرسالة بتاعت السيستم إن هي تجيلك لحد عندك. فرحتك بالرسالة دي بيساوي فرحتك لتأهل المنتخب المصري الله الله يا بلادنا، الله يا بلادنا، الله يا بلادنا، الله يا بلادنا، الله أكبر، الله أكبر. لما يكون نفسك تصور قضية، يا دفع إلكتروني وسيستم وموافقة ورسالة بتجيلك لحد عندك، فرحتك بالرسالة دي بتساوي فرحتك ان في السفر 7 فوائد. ما جربش لما تركب 10 مواصلات لغاية لما توصل لمحكمة من المحاكم علشان تروح تدور على السكرتير ويطلع ان النهاردة يوم اجازته. لما تقف في طابور طويل جدا معاك فيستك في ايدك قدام الموظف عشان تستلم صيغة تنفيذية، ولما يجي عليك الدور تحط الفيزا في الجهاز يقول لك ان المبلغ اللي حضرتك عملت له ايداع ما سمحش على السيستم. عايز تتعلم الصبر؟ ما تصطادش، اشتغل محامي، لان هي فعلا هتنقلك في حتة تانية خالص. السلام عليكم. سلم لنا بقى عالطرماي. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.